صباح اليوم السادس عشر من نظرية الكوب والحركة. طبعا قسنا السكر اليوم 124 مرتفع عن باقي الأيام كلها. أنا عارف ليش بس مش هقول لكم. كل واحد قال لي يا أخي والله الرجل اللي قل على الخبز هذا ما ينفع يكون خبز لأنه يطلع زي الرمل. هذا سندوتش قدامك لين والله طريقة سهلة بس يمكن تفرق معك. أنا طبعا معي صاج صغير يعملوا فيه الخبز ما يلصق عليه. هذه يعني أعتقد نقطة مهمة. في ناس يقول لك والله أنا جربت الحمص لكن ما زبط معي. بسم الله الرحمن الرحيم. السكر ما زبط معي يا خبير. شوف هتمشي على النظام بالحرف أو لا تتعب نفسك على الفاضي، لأنه قد جربنا من قبل حاجات كثير نقص نطبق أسبوع ولا أسبوعين ولا يوم ولا يومين ضبحنا ورجعنا لعادتنا الأولى. إذا حتسوي كذا أنصحك لا تكمل. راح أقول لك النظام بشكل شفهي مشيت عليه مستحيل السكر عندك ما ينقص. أول شيء تقوم الصباح إذا أنت جيعان أكلت تفطر على هذا واحد سندوتش تكفي مع بيضة أو تاكلها مع فول أو مع فاصوليا أو بيض وقبل مالح شوية سلطة بينه. هذا فطورك. كمان تستخدم العلاج. بتجي للظهر هتعمل لك عصيدة مع ورق، عصيدة مع حامض أو مع لبن نفس هذا الدقيق، أو هتعمل لك خبزة مع إيدام لحمة بدون بطاطا. في ناس يفكر إنه بس هاخذ خبز لا خلاص البطاطا هاكلها وكذا، لا. الخبز ده حيكون مرافق معك في الثلاث الوجبات أو في الستة على حسب ما تاكل. حيكون معك صبوح عشاء وغداء مع شوية سلطة أو مثلا تونة ما تكثرش منها في الأسبوع مرة، يعني نوع بين وجباتك. يعني اليوم هذه كذا اليوم الثاني كذا. تونة مع الزبادي مع تخلطها مع بعض مع شوية شطة سلطة. إيدام دجاج، إيدام خضار، دجاج لحاله، لحم لحاله. أنت كل يوم نوع. إذا ما عندك إيدام خضار. إحنا اليمنيين بعض الناس غالبيتهم العصيدة هذا عندهم وجبة أساسية. أعمل لك عصيدة منها وكلت مع حامض مع لبن مع أمور طيبة. وتستخدم كمان العلاج. هذا وقت الظهر. نجي لوقت العشاء. وقت العشاء نفس الكلام نفس الصباح. راح تستخدم معه بيض أو تستخدم معه فاصوليا أو فول، يعني حاجات ممكنة ورخيصة وما هي غالية. ولو عندك إيدام برضو بالليل ولا شيء أكلت ما في مشكلة. تستخدم مع العلاج. وتحدى السكر أنا بكر عندك عالي ولا شيء. طبعا الفواكه حتاكل مع هذه الوجبات او ما بين الوجبات نص حبة تفاح، في عنبة البابايا كل لك شوية منها، برتقال كل لك نص برتقالة. تروح تلخبط للدنيا وتاكل من هنا ولا تطبق وجبة واحدة. قلت انا طبقت ما نجحت. ولا تطبق يومين وقال اليوم الثالث قد تاكل خبز تاكل حاجات على اساس انه ما نفع معك خبز الحمص، او انك تاكل بوجبة وراح تاكل خبز وحاجات ثانية او تاكل رز وتاكل حاجات. يا جماعة هذا من البقوليات. في بقوليات يبقي على الشبع بنفس الوقت مش سريع في ارتفاع السكر. عشان كذا نقول لكم كل خبز الحمص ملوش تأثير كبير على سكر الدم. قد يرفع لكن ببطء شديد، وانا متأكد مع استخدامك للعلاج وذا السكر هيزبط عندك. طبق زي ما قلت لك لا تقول قلب العز. يعني انا قدامك هقول لك انا قريب السكر عشان اكذب عليك، وانا حوريكم بس نهاية التجربة حوريكم التراكم السابق كم بتقرير رسمي. يعني انسان انا عندي التراكمي اخر مره 12 دحين برمضان. لما انزل لك الارقام هذه انا ما اكذب عليك. هذا الكلام موجه للناس اللي يقول لك ما نزل عندي. في حاجه يا تعملها انت غلط يا مستحيل ما ينزل. مستحيل نسابع المستحيل. او انك ما مثلا ما تمشي. المش نحن قلنا من ضمن المهام اليوميه لتنقيص السكر لازم تمشي. امشي لحد ما تتعب. امشي 30 دقيقه كل يوم. انا امشي اجري لما ما اعرق. النظام هذا لازم تلتزم به، واللي يفهم قيمة النظام هذا هو اللي وصل لمرحلة من المعاناة. يعني انت بعد معاناة طويلة وصلت خلاص قربت اشياء قربت ما نفع معك. انا وصلت لهذا انا حتمسك فيه لانه ارقامي جيد. عندك برضو الاسماك. تقدر تاكل الخبز مع الاسماك هذه. لقمة سمك لقمة خبز لقمة سمك لقمة خبز. حلو ولا مش حلو؟ الحمد لله رب العالمين. شاركوا المنشور واعملوا متابعة. قدامنا ايام طويل وانت اخبار بصحتك يا غالي.